إنك تضحك حد دي أصعب بكتير من إنك تخلي حد يعيط، والأصعب إن الضحكة دي تفضل عايشة 60 سنة من غير ما اللي قدامك يمل أو يزهق منها. ده سمير، وده سمير، وده برضه سمير. وما بين الثلاث شخصيات دول 60 سنة من الفن، وكل شخصية كان ليها مدرسة لوحدها في الضحك. مدرسة قدرت تضحك جيل ورا جيل، تضحك الكبير والصغير، الفقير والغني، مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله. جهز مشروبك وتعالى ندخل عالم موتوبيا، ونعرف ازاي سمير غانم بقى ملك الكوميديا الأول، وليه اتسمى ملك الارتجال. يلا بينا. اوعى حد يقول حاجة. اوكي؟ سنة 37 في أسيوط، في عرب الأطاولة، ضابط اسمه يوسف مستني خبر مهم. مراته الست فتحية جابت له أول طفل سمير، وبما إن الأب كان ضابط، العيلة ما كانتش مستقرة في مكان واحد. لفوا الصعيد كلها، الفيوم، المنيا، بني سويف، بس أكتر مكان عاش فيه سمورة كان بني سويف. سمير بعد ما خلص الثانوية دخل كلية الشرطة، وكان من دفعته اللواء فؤاد علام ووزير الداخلية الأسبق حسن الألفي. وكان الفنان صلاح ذو الفقار هو ضابط السرية اللي كان فيها سمير وقتها في الكلية. وسمير كان بيقول عن صلاح ذو الفقار إنه كان مثله الأعلى وقتها، وكان من الشخصيات اللي بيحبها. وكان معروف عن سمير إن دمه خفيف جدا وبيقلد الضباط وزمايله، بس للأسف بيسقط أول سنة، ورغم إن والده زعل لكن قال له ركز في اللي جاي. المشكلة بقى إنه سقط السنة اللي بعدها في 3 مواد، وكده كان لازم يترفد من الكلية. مادة واحدة لو كان نجح فيها من ال3 كان زمان حياته بقت حاجة تانية خالص. المهم سمير كان لازم يعرف أهله إنه اترفض، وأبوه زي ما حكينا كان ضابط وكمان صعيدي، يعني الشدة في طبعه. فاقترحت أمه إنه يبات عند واحد من أصحابه لحد ما أبوه يهدى. وفعلا أبوه بيهدى وبيقبل بالوضع، وبيقرر سمير إنه يعمل معادلة علمي عشان يخش كلية الزراعة جامعة اسكندرية. وكان من أسباب اختياره لجامعة اسكندرية إنه هيبعد ويستقل عن والده شوية. وفي اسكندرية اتعرف على وحيد سيف اللي كان بيدرس في كلية آداب، وعملوا فرقة سموها إخوان غانم. سمير غانم، وحيد سيف، عادل نسيف. وفضلت الفرقة شغالة فترة، الصبح في الكلية وبالليل يشتغلوا في كازينو في سبورتنج، لحد ما اتعرف سمير على جورج في المعسكر الصيفي. وكان جورج في كلية زراعة جامعة عين شمس، وطلب سمير منه انه ينضم ليهم، لكن كان صعب عشان كلية جورج في القاهرة، واتفقوا انه يكون معاهم في الصيف. وفي مرة نزل سمير القاهرة عشان يصور سكتش في برنامج تلفزيوني، وراح هو وعادل بس لأن وحيد كان بدأ يشتغل وكان صعب يسافر معاهم. فانضم ليهم جورج وعملوا سكتش سلامات حول العالم. فشافهم المخرج محمد سالم اللي كان بيحضر برنامج جديد وقتها اسمه أضواء المسرح. عجبوا شغلهم وقرر يضمهم للبرنامج ويسميهم ثلاثي أضواء المسرح. وعملوا سكتش دكتور الحقني، والسكتش ده نجح قوي وخلى الناس تعرف ثلاثي أضواء المسرح. دكتور الحقني المغص دكتور احيانا يا اخويا المغص. طب ازاي تحول ثلاثي أضواء المسرح لسمير وجورج والضيف اللي احنا عارفينهم؟ سكوت لكن بارتي. وحيد سيف كان بسبب شغله كموظف وقتها غير الكلية ما كانش يقدر يسيب اسكندرية، وعادل قرر يسافر برا مصر يكمل دراسته في بلجيكا، وبقت الفرقة سمير وجورج. وفي مرة قابلوا الضيف في محطة رمسيس وهم كانوا بيسمعوا عنه في جامعة القاهرة، وكان عاجبهم الكاركتر بتاعه فأقنعوه وانضم ليهم. وعملوا السكتش المشهور جدا ليهم كوتوموتو اللي كتبه المبدع حسين السيد، واللي كان بيكتب لهم أغلب السكتشات بتاعته. وبالمناسبة كان سمير غانم هو اللي كان بيلحن السكتشات. يا دكردر في 3 برميل ينجرب 5 مرات. وتيجي سنة 64 ويقرر سمير أخيرا يتخرج من الكلية وياخد بكالوريوس زراعة عشان يتفرغ للفرقة والفن. وفي الوقت ده كان اسم ثلاثي أضواء المسرح بيزيد أكتر وأكتر. وتيجي الخطوة المهمة ليهم لما عملوا سنة 64 مسرحية طبيخ الملايكة إخراج حسن عبد السلام عشان تقدمهم للجمهور بشكل أكبر. ومن وقتها بقوا أشهر فرقة في مصر وبيطلبوهم في كل المناسبات، لدرجة إن زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صممت إنهم يحيوا حفلة جواز بنتهم. وما كانتش آخر مرة اللي يحيوا حفلة لبنت رئيس جمهورية، لأنهم بعد كام سنة برضه هيحيوا حفلة بنت الرئيس الراحل أنور السادات. ومن سنة 64 لحد سنة 70 كانوا ثلاثي أضواء المسرح موجودين في كل مكان، مسرح، سينما، حفلات، والشغل عليهم زي النار. وعملوا مع بعض أفلام وسكتشات زي سكتش الكورة وسكتش أبناؤنا في الخارج، ومسرحيات زي حواديت والراجل اللي اتجوز مراته، وأفلام زي شاطئ المرح و30 يوم في السجن والزواج على الطريقة الحديثة وشباب مجنون جدا والمجانين التلاتة وفرقة المرح
وأفراح، وكان أي منتج عايز ينجح له فيلم يجيب ثلاثي أضواء المسرح. وبدأت الفرقة تضم نجوم للمسرحيات بتاعتها زي مديحة كامل اللي اكتشفها سمير غانم، وفي ممثلين زي أسامة عباس وزكريا موافي وأحمد نبيل. ونجوم الصف الأول في السينما وقتها كانوا بيتسابقوا عشان يطلعوا ثلاثي أضواء المسرح في أفلامهم ويستفيدوا من شهرتهم. ثلاثي أضواء المسرح كان وجودهم لوحده حالة مبهجة والكل حبهم، غير إن كل واحد فيهم كان بيتطلب لشغل بره الفرقة. وكان الديف وجورج بيمثلوا أفلام من غير الفرقة مع نجوم كتير، وكان شغلهم الصراحة أكتر من سمير وقتها، اللي في الفترة دي ما كانش له أفلام بره الفرقة مشهورة أو علمت غير فيلم صغيرة على الحب. يعني نجحت بتفوق. وخلاص الناس هتشوفني في التلفزيون. والله بقى دي حاجه في ايد الاستاذ كمال. ما حضرتك الاستاذ كمال. لا يا بنتي، انا مش الاستاذ كمال، ده انا المساعد. وده اللي خلى سمير يحس إنه مش بيضحك زيهم، وكان شايف إن الديف وشه لوحده بيضحك وجورج جسمه بيخلي الكوميديا تطلع لوحدها. لكن الديف قال لسمورة إنك أكتر واحد بتضحكني والأيام هتثبت ده. وبيقدموا التلاتة سنة 67 أول فوازير في التلفزيون المصري، واللي كتبها ليهم بيرام التونسي، واللي فضلت مستمرة لحد سنة 70. وفجأة بدون مقدمات بيموت الديف أحمد وسط نجاحهم الكبير، ويتفق سمير وجورج يحلوا الفرقة. انتوا ماشيين يا انكل؟ ايوه يا حبيبتي. ومش هترجعوا تاني؟ لا، دي اخر مره. ويدخل سمير السبعينات بتحدي جديد، كان عايز يثبت موهبته بعد حل الفرقة. بس تعالوا نسافر لإنجلترا في الخمسينيات. كان في نجم كوميديان اسمه بيتر سيلر، وقدر يعمل لنفسه مدرسة خاصة في الكوميديا. كان بيغير ملامحه حسب الدور اللي بيعمله، وكان ذكي في استخدام الإكسسوارات اللي معاه في الدور، وده كان حاجة جديدة وقتها في العالم. عشان كده اتأثر بيه جيل جديد في كل أنحاء العالم، ومن ضمن اللي اتأثروا بيه وبطريقته سمير غانم، اللي بدأ يفكر يعمل لنفسه شكل جديد غير اللي الناس عرفته عليه. وفعلا بيفاجئ الناس سنة 71 لما عمل مسرحية موسيقى في الحي الشرقي، وجاب جورج معاه، بس كان دور جورج أصغر منه. كده يبقى لأول مرة سمير غانم بطل المسرحية الأساسي. حبيني يا نرجس. حبيتك. والنبي حبيني. حبيتك. حبيني كمان. يخرب بيتك اكتر من روحي ما عنديش. والناس دخلت وشافت شكل وستايل جديد لسمير غانم، سواء اللبس أو الباروكة اللي لابسها، وحتى طريقة كلامه اللي بقت فيها خروج عن النص بتوصل لنص ساعة على المسرح. وهنا بقى سمير غانم أول واحد عمل ستاند كوميدي. لا انا ما احبش الشوشره. يا يغني يا يمسك الهوا، ما تخيلش. والمسرحية دي اللي حطت سمورة على أبواب النجومية الجديدة بعيد عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وبيعتبرها سمير إنها ميلاده الحقيقي كفنان مستقل عن فرقته. واستغل سمير إن الناس بدأت تحب شكله الجديد، وبدأ يركز في السينما أكتر عشان ينتشر في سوق السينما. فعمل أفلام كتير في السبعينات زي سليمان الأنكش في خلي بالك من زوزو، كمال في أضواء المدينة، المدرس علام في فيلم مدرسة المشاغبين، وجنيدي في الصيف لازم نحب. وبدأنا نشوف ثنائية حبها الجمهور قوي بينه وبين عادل إمام في أفلام زي المهم الحب، ممنوع في ليلة الدخلة، مغامرون حول العالم، البعض يذهب للمأذون مرتين. واشتغل برضه مع ممثلين كتير زي شكار وحسين فهمي وسعاد حسني، فؤاد المهندس وسهير رمزي ومحمود ياسين وغيرهم كتير. وحتى دوره كضيف شرف في فيلم عالم عيال عيال كان من أحلى المشاهد في الفيلم. اتفضل. ايه دول الهكسوس؟ وكلنا بقى قعدنا نضحك وما عرفناش نمسك نفسنا 30 مرة. بس مع كل الكم الهائل من الشغل في السينما برضه منسيش المسرح، وحاول إن يقدم على الأقل كل سنة أو 2 مسرحية. زي سنة 73 عمل مسرحية جوليو وروميوت، وسنة 76 عمل مسرحية المتزوجون واللي هي أنجح مسرحياته. بمناسبة المتزوجون، سمير غانم كان معروف إنه بيحب يستخدم أي حاجة قدامه من الإكسسوار ويعمل عليها إفيه أو حركة، والمسرحية دي بالذات كان بيعمل كده بأي حاجة وكل حاجة. وحكى على المعلقتين في المشهد المشهور بتاع الأكل، وقال إنه كان معزوم عند واحد صاحبه وشاف معلقتين كبار متعلقين كديكور، فخدهم منه وزودهم في المشهد عشان يبقى من أجمل مشاهد المسرحية، ولسه لحد دلوقتي بنشوفه. الملوخيه اصلها حلوة؟ يسكت سمير؟ لا طبعا، يدخل على التلفزيون ويعمل سنة 77 مسلسل حكاية عريس وعروسة مع يسرا. وفي نفس السنة المسلسل الأشهر حكاية ميزو مع فردوس عبد الحميد وإسعاد يونس وسامي فهمي وحسين الشربيني. والمسلسل ده كان قالب الدنيا وقتها، ولسه لحد دلوقتي لما بيتعرض الناس بتتفرج عليه. وسنة 78 بيعمل سباعية اسمها مين اللي فيهم، ويرجع المسرح ويقدم مسرحية اشتغلها على المسرح مرة واحدة عشان تتصور بس للتلفزيون، وهي مسرحية أستاذ مزيكا وشخصية عبد السميع اللميع. والمضحك إنه ارتجل كل الإفيهات على الهوا وما كانش فاكر هو عمل المسرحية دي إمتى. ولما دنيا بنته خلته يشوفها بعد سنين طويلة عجبته قوي وقعد يضحك عليها. وفي سنة 79 بيعمل المسلسل النادر
ضيوف مزعجين جدا مع صفاء أبو سعود وجورج سيدهم، فرقته اللي نجح بيها في مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. والمسلسل ده كان تأليف فيصل ندى وإخراج فتحي عبد الستار، والأغاني كانت تأليف حسين السيد وألحان عبد العزيز محمود. يعني كل حاجة مظبوطة في المسلسل. والمسلسل بيتكلم عن 2 موسيقيين فاشلين اللي هم سمير وجورج بيتورطوا في جريمة قتل، ومسلسل فيه سسبنس وضحك. وبكده انتهت فترة السبعينات، وكسب سمورة شعبية كبيرة ورسم الطريق اللي هيكمل عليه الخطوة الجاية. ادخل. تيجي بقى التمانينات ويبدأ بمسرحية أهلا يا دكتور مع جورج والوجه الجديد دلال عبد العزيز، وهنا بدأ التعارف ما بينهم. والمسرحية دي كانت آخر تعاون ما بين سمورة وجورج بعد نجاحات كتير استمرت أكتر من 15 سنة. وعلى فكرة المسرحية دي فيصل ندى رفع قضية على سمير وجورج إنهم بيخرجوا عن النص وبوظوا المسرحية. والتمانينات بالنسبة لسمورة كانت أقوى مرحلة في حياته، قدم فيها كل حاجة. يعني مثلا عمل فوازير فطوطة اللي ابتدت سنة 82 فطوطة الشخصيات، ولما نجحت عمل السنة اللي بعدها فطوطة الأفلام، وبرضه بتنجح فيعمل السنة اللي بعدها فطوطة المعلومات العامة. وصوت فطوطة المشهور كان فكرة سمير لما فكر إنه يخلي صوته بطيء ويتسرع في المونتاج بشكل يميز الصوت ويضحك الجمهور، وده اللي حصل. وكل الإكسسوارات الشخصية كانت من إبداعه. الوحيد اللي مش هيكبر وهيفضل طول عمره وزعة وطفل مين؟ فطوطة. وقدم كمان مسرحيات أشهرهم جحا يحكم المدينة، موعد مع الوزير، فارس بني خيبان، والانفجار الجميل. حتى السهرات التلفزيونية كان أشهرهم فندق النجوم الزرقاء وتحية طيبة وبعد مع الجميلة إسعاد يونس. وعمل مسلسلات كتير زي بطل الدوري ورجل شريف جدا. وعمل 3 مسلسلات مع سعاد مصر هما البحث عن السعادة والكابتن جودة وتزوج وابتسم للحياة، والتلاتة أحلى من بعض، وكانوا الاتنين لايقين على بعض جدا لأن الاتنين عندهم الموهبة وخفة الدم. قدم برضو أفلام جميلة مع نجوم كتير أشهرهم البنات عايزة إيه، الرجل الذي عطس، رمضان فوق البركان، طير في السما، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، وغيرهم كتير. بس في فيلمين بروزوا فترة التمانينات وأصبحوا أيقونة لسمورة. مصطفى الحلواني، لعيب كرة سابقا ومدرب معتزل وحكم مضروب ومتقاعد. سنة 81 بيقدم مصطفى الحلواني في فيلم 4-2-4، ودي الشخصية الأشهر في أفلام سمير غانم واللي عايشة لحد دلوقتي بإفيهاتها وحركاتها، والدويتو اللي عمله مع يونس شلبي من ناحية ومع وحيد سيف من ناحية تانية. بعدين انا قاصد ده بقى لما هينزل الملعب سيب الخطيب يقرب له، لو لمسه لمسه واحده هيقع ميت، ارفع دعوه على الخطيب اخد الدوري وانا في بيتنا. والفيلم التاني كان سنة 84، كان بيعمل دور سمير في فيلم يا رب ولد مع فريد شوقي وكريمة مختار ودلال عبد العزيز، اللي كانوا اشتغلوا مع بعض 4 سنين مسرح في أهلا يا دكتور، وبدأ الحب يزيد ما بينهم لحد ما اتجوزوا بعد الفيلم ده. مالكش حد خالص؟ والله ما عندي، لو انت عندك هات. تعيش انت. اتجوز سمير 3 مرات، الأولى كانت من واحدة صومالية لمدة 2 شهر، والتانية اتجوزها لمدة أسبوع واتفقوا على الانفصال. والجوازة التالتة هي الفنانة دلال عبد العزيز. المكان اسكندرية، الزمان 1966 في عز الصيف، عيلة بتصيف ومعاهم بنتهم 6 سنين، وبمجرد ما بتشوف النجم المشهور اللي بتحب أفلامه بتجري عليه ببراءة الأطفال وهو بيسلم عليها ويمشي. قط. بعد 15 سنة على مسرح الهسابير بيقدم سمير وجورج مسرحية أهلا يا دكتور سنة 81، وبيدوروا على حد بديل لآثار حكيم في المسرحية. فبيرشح جورج بنت لسه في بدايتها الفنية اسمها دلال، وبتعمل بروفا ويتوافق عليها عشان تبقى على المسرح لمدة 4 سنين قدام حبها الأول من وهي طفلة سمير غانم. بس سمير كان خايف من الحب ده لأنه كان خايف من الجواز بشكل عام ومن فرق السن اللي ما بينهم اللي وصل ل20 سنة. لكن دلال فضلت مصرة لحد ما اتجوزوا وخلفوا بنتين، دنيا وأمل الشهيرة بإيمي، وورثوا البنتين من سمير ودلال الفن وبقوا نجوم. وكانت دلال بتغير على سمير قوي من المعجبات الكتير اللي حواليه، وكانت لو عرفت ان سمير عنده مسلسل برا مصر كانت تفضل تدور على دور في اي مسلسل في نفس البلد عشان تبقى جنبه ومحدش يقرب منه. ومره فؤاد المهندس كان قاعد مع سموره وقال له هي عربيه دلال عامله كام كيلو؟ قال له حوالي 12,000. فرد فؤاد المهندس وقال له منهم 10,000 بتلف وراك فيهم. طريقه ان الراجل يتخلص من الست اللي بتطارده انه يتجوزها. تيجي التسعينات ويستمر سمير غانم على قمه الكوميديا والارتجال، ورغم ان مستوى الاعمال ما كانش زي الفترات اللي قبلها، بس ممكن نفتكر منها مثلا فوازير، المتزوجون في التاريخ، واهلا فطوطه. وكانت اقوى حاجه لسمير غانم في الفتره دي هي المسرحيات. عمل مسرحيه الحراميه اهم، اخويا هايس وانا لايس، بهلول في اسطنبول، انا ومراتي ومونيكا. وقدم وقتها طلعت زكريا ومحمد محمود. لازم تعرفوا ان رحله ال1000 ميل بتبدا بخطوه، رحله ال1000 فرخه بتبدا ببيضه. وتيجي الألفية الجديدة ويسيب المساحة لجيل جديد ويشجعهم لما بيطلع معاهم كضيف شرف زي ورقة شفرة،
على جنب يا اسطى، هاتولي راجل، ويروح يركز في المسرح اللي بيحبه ويقدم مسرحيات زي دوري مي فاصوليا ومراتي زعيمة عصابة، وبيدي الفرصة لشعبان عبد الرحيم اللي كان ترند وقتها، وكان بيعرف يخليه يتكلم بطبيعته عشان ده اللي هيحبه الناس. سمير غانم كان بيعرف ازاي يستخدم ادواته وادوات اللي معاه بابداع، وعملوا دويتو كان مصر كلها بتغنيه وقتها. ما باكلش من الأونطة ولا برقص عن سلالم، ما توقعنيش ورطة سمير يا ابن مغامر. ويعمل مسلسلات نجحت بشكل كبير لانها كانت خفيفة على القلب، زي عبد الحميد اكاديمي، انسى اللي فات يا فرحات، معاكم على الهوا هايم عبد الدايم، ومسلسل الرسوم المتحركة عائلة أستاذ أمين اللي جاب فعلا العيلة كلها بتاعته تمثل في المسلسل. ودوره سنة 2009 نجيب الريحاني في مسلسل أبو ضحك جنان، وشربات لوز 2012، ودلع البنات 2014، ويوميات زوجة مفروسة اللي ابتدى الجزء الأول فيها من 2015. كلمت محمد منير حبيب قلبي، تزعلي في المستشفى يا ساتر، بيحضر طهور بكار بنفسه الراجل اللي. وبتبدأ دنيا بنته الكبيرة طريق النجومية، وبقى ليها مسلسل سنويا في رمضان، فبتستعين بيه يشاركها ويقدم معاها مسلسل لهفة، مسلسل اللالا لاند، مسلسل نيلي وشريهان، وبدل الحدوتة 3. ومع إيمي برضو بيقف جنبها في بطولة مسلسلاتها زي سوبر ميرو وعزمي وأشجان. أنا نيلي وأنا شريهان وانا فطوطه. ويعمل 2018 ضيف شرف في مسلسل عوالم خفية بطولة الزعيم عادل إمام، والناس كلها فرحت بانهم هيرجعوا يشوفوا الثنائي اللي حبوهم في افلام السبعينات والثمانينات مع بعض. انا اذكر اول فيلم راقبته كان سنه 69، كان فيلم شيء من الخوف. نيجي بقى للسؤال اللي سألناه في الاول، ليه سمير غانم ملك الارتجال؟ سمير غانم كان معروف عنه انه مش بيلتزم بالحوار اللي مكتوب، وعشان كده المؤلفين بتوع مسرحياته كان بيسيبوا له الحريه على خشبه المسرح يرتجل براحته، وعشان كده طلع عليه لقب ملك الارتجال. بس على فكره الارتجال ده مش معناه عشوائيه، بالعكس سمورة كان دقيق قوي وبيركز في ادق التفاصيل زي الازياء والاكسسوارات، حتى الصوت اللي بيستخدمه في بعض الاوقات. حتى له ستايل لبس معين، وقال انه اتاثر بالازياء التونسيه لما كان شاب، وبقى يحب يصمم القمصان المنقوشه اللي قريبه من الزي التونسي. وحتى موضوع الباروكه، قال انه كان مره قاعد مع النجم العالمي رودر شتايجر وكان لابس النجم باروكه، ونصح سمورة ان الجمهور لازم يشوف الفنان في افضل شكل. خد سمورة النصيحه، وقبل ما يرجع مصر كان جايب الباروكه من امريكا. غير بقى دخلاته في المسرحيات دي لوحدها حكايه، وكان بيطلب من المخرج انه يسيبه يعمل الدخله الاولى على المسرح مفاجاه للكل. سمورة مش بس كان متفرد في ستايل لبسه ودخلاته، كمان كان اول واحد في جيله بيغني في اعماله. هتلاقيه في كل فيلم او مسلسل او مسرحيه لازم يغني فيه. غير بقى حبه الشديد لعدويه، مش بقولك كان فنان شامل في كل حاجه. سعيد يا كابتن، سعيد ايه؟ تعالى وخش عليا، ما اقدرش يا غالي عليا، حواد بينح عليا. واقول لك يا حمدي شيل الواد من الارض تقول لي لا، شيل الواد من الارض تقول لي. قعدت تتلكع لحد ما جه عدويه وشال الواد، ويا عيني اديك قعد بتعيط ويا ريته سكت. ادى الواد لابوه. عمي صاحب الجمال ارحمني، ده انا ليلي طال يا سيدي، شوف لي جمال يا رايق على قد الحال يا عينيا، يا عوض صبر اللي طال. وبعد اكتر من 160 فيلم و63 مسلسل تلفزيوني واكتر من 26 مسرحيه و9 فوازير، ده غير السهرات التلفزيونيه والمسلسلات الاذاعيه، حتى البرامج التلفزيونيه قدمها. سمورة كان اسطوره شامله، يجي يوم 20 مايو 2021 ويودع جمهوره عن عمر 84 سنة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ويسيب تاريخ كبير وضحكة اترسمت على وشوش كل المصريين وكل العالم العربي اللي حبه. أنا مش عايز فلوس، أنا عايز أسمع تسقيف الناس، عايز أشوف نظرات الحب والإعجاب اللي بتتابعني وأنا رايح وأنا جاي. عارف المشاعر دي عندي أغلى من كنوز الدنيا كلها. أنا عايز أرجع أتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان. كلمة أخيرة، أكيد في حاجات كتير في تاريخ سمير غانم ما اتكلمناش عنها، لأن ده محتاج حلقات وحلقات، بس على قد ما قدرنا قدمنا حاجة صغيرة للفنان كل الوطن العربي حبه. ربنا يرحم سمورة ويرحم مدام دلال عبد العزيز ويبارك في ولادهم دنيا وإيمي. لو وصلت لحد هنا ألف شكر، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير عشان توصل لكل الناس، واكتب لنا في التعليقات ايه أكتر عمل حبيته لسمير غانم. ولحد ما نتقابل تاني خليك فاكر، مع ووتوبيا حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام. الفلوس ما بتعملش رجاله يا حاج، الرجاله هي اللي بتعمل الفلوس. ما احنا 3 رجاله ومعانا فلوس.